السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة؟ منورين طبعا كلكم واني اولكم. طبعا تأخرت عليكم مو يومين مو اكثر. بسبب كنت انا ويا مراد على مدار، وانا وصديقي كنتنا وياهم بدنا نسوي حوارات. ما تصدقون؟ ما تصدقون؟ ما تصدقون؟ شوفوا الصورة عمي. المهم نفوت بالحلقة قبل. يعني بصراحة اليوم الحلقة اسمها مفتهمين غلط. على فكرة هاي دقمة لا حد يظل يبوع عليه. المهم بوع عليه. أول سالفة هي سالفة الزبيب. يعني أشوف لك الطالب العراقي بالامتحانات مشتري لك كيلو زبيب وقاعد يضرب بيه. يابا تسأله ليش؟ اسأله ليش؟ يقول لك والله على مود يخليني ذكي. حبيبي هو شنو هو الزبيب؟ تعال أقول لك شنو هو الزبيب. هو عنب مجفف، يعني عنب يابس شعليه بالذكاء. بس قول لي شعليه بالذكاء. صحيح الرسول وصى بأكل الزبيب، بس الزبيب ما عليه أي شيء بالذكاء. بفوائد هو بس ما له علاقة بالذكاء. لا واللي قلت لك ياكلوه هم مقارين ويريدون ينجحون. اكو شيء اسمه عقل، شغل عقلك. ما عليه الزبيب. مفتهمين غلط. تجي على حب عباد الشمس. حب عباد الشمس يقولون يغبي. مو رخصتكم يعني ممكن؟ طب هذا المهم الحب فوائد كلش كبيرة. يستخدموه كعلاج لطرد البلغم، ويستخدموه لتعقيم اللثة، ويعقم الأسنان، ويحتوي على فيتامين A. كل هاي الفيتامينات وتقولون يغبي. مفتهمين غلط. اكو شغلة غاثتني مال الأم لما تروح للزيارة وتدعي لابنها يا رب نجح ابني، يا رب نجح ابني، وهو ابنها ولا فاتح الكتاب. ادري شلون ينجح؟ ينزل عليه وحي. مفتهمين غلط. غير يقرا حتى ينجح اذا هو ما فاتح الكتاب. ادري الله يقول اسعى يا عبدي وانا اعينك. غير يسعى ابنك على مود هو يعينه. اكو شغله مال الابن من يتمرض، الام اول ما تشوفه تسوي له حليب، لو تسوي له شوربه. زين الشوربه والحليب شنو موقعهم من الاعراب؟ ها؟ هذا مو علاج يا امهاتنا العزيزات، يا ابائنا الاعزاء. علاج الوحيد لطرد المرض انك تطلع ابنك المكان حلو. هو هذا العلاج الوحيد اللي راح يخليه يصير ماكو اقوى منه واصحى منه. صدقني صدقني. مفتهمين غلط. وبعدين انتم لو معتنين بابنكم قبل لا يتمرض ومسوي له حليب وشوربه كان ما تمرض اصلا. ليش يعني تسوون الاشياء الزينه بعد ما يصير الفعل؟ اكو شغله لو خمنه من ضوجتني يعني بصراحه. الانسان بس من يطلع يخلي ريحه. حبيبي يعني اللي يمك بالبيت مو ناس، امك وابوك مو ناس، اخوتك خواتك مو ناس، وبعدين عوف الناس، انت تعطر نفسك. وبعدين الرسول صلى الله عليه واله وسلم، على قولة الوهابيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، يجي يقولوها صلى الله عليه وسلم، يعني يستحيفون يقولون واله وسلم. المهم ما نريد نبتعد عن غير مواضيع. الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافه. طبقوا اقواله يا مسلمين. خلي ريحة عطار حتى لو ببيتك، حتى لو ما طالع. هسه نجي على موضوع العطاس. يعني هسه لو تفتر العالم كله تقول له ليش من نعطش نقول الحمد لله والشكر، يقول لك والله لين قلبي يتوقف. فانت من ترجع العطسه تقول الحمد لله. يعني بشرفكم انتم مصدقين بهاي المعلومه؟ القلب اذا توقف بعد الانسان ما يعيش. شلون يعني يتوقف؟ لو توقف ثاني انت تموت. وبعدين واذا ما متت يعني ليش ما بتعطس تقول الحمد لله والشكر؟ شنو خايف تموت مثلا وانت تقول الحمد لله والشكر لاني ما متت؟ حبيبي الحميد بعد العطس إلى غير صيغة ثانية، إلى غير معنى. مو لما توقف قلبك ثاني ورجع تقول الحمد لله والشكر. خلنا أفهمك الشغلة. الإنسان من يعطس نعمة من الله. تعرف ليش؟ لأن العطسة بها فوائد. فوائدها تطلع لك الغبار والتراب اللي بداخلك، وتفتح لك الانسدادات الداخلية اللي بجسمك وبخشمك وبحلقك كلها. فلهذا السبب احنا نقول الحمد لله والشكر لأن احنا عطسنا. هي هاي كل الفكرة يا حبيبي. مفتهمين غلط انتم، مفتهمين غلط. طبعا شكرا لكم على المتابعة، وشكرا لكل الجمهور والفانس اللي صار عندي. واذا عجبتكم الحلقة سووا لايك، واذا ما عجبكم شنو ما عجبكم شنو، واذا ما عجبتكم الحلقة سووا ديسلايك، ما عليكم بالسحقة. طبعا لا تنسون تسووا لي متابعة على الانستغرام على الحساب مالتي، ولا تنسون تسووا لي لايك كبير على
الفيسبوك. لا نسيت، ما عندي فيسبوك. نسيت. المهم بس على الانستغرام عمي، ما اريد اطلع لكم حساباتي. وباي باي. بختام الحلقة أحب أوجه إهداء للناس اللي قاعد تحكي على الحشد الشعبي. استلموا. قسم لن يقربوا شرف الحرم. لا يا علي قسم لن يقربوا شرف الحرم. في عرقنا نبض الولاء. لن يقربوا شرف الحرم. في عرقنا نبض الولاء. لن يقربوا شرف الحرم. يا علي نهواك ما ننساك يا ولينا، حقنا ننجن بيك والطريق مو بدينا، واحنا معروفين يا ابو حسين لو هوينا، ما نها بعدك واحنا وياك يا علينا. حتى ليوصل المثواك واحنا يا الصميدة وياك والله نقطع عيده. علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيدة. حتى ليوصل المثواك واحنا يا الصميدة وياك والله نقطع عيده. علمنا العشق والموت نحمل عالظهر تابوت ونصون العقيدة. لا تعتقد ننساك بينا احسان عطفك، ما ننحني لأعداك واحنا رباط جفك، ما مسنا عرق الوجل من سيفنا رجف الأجل. يا سيدي صدح النداء لن يقربوا شرف الحرم. يا علي قسم لن يقربوا شرف الحرم. في عرقنا نبض الولاء. لن يقربوا شرف الحرم.